ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا من كل كومنتاتكم اللي فرحتني جدا لما نزلت البوست بتاع ان انا فاقده الشغف لاي حاجه ومتضايقه ومش بعمل اي دايت خالص ولا اي نظام اكل صحي. فبصراحه انتوا كلكم شجعتوني في الكومنتات على السوشيال ميديا. يعني نزلت الفيديو ده على كله وكل المنصات بصراحه شجعتوني جدا. حتى لو كومنت واحد بيفرق معايا جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم لايكاتكم وكومنتاتكم بتفرق معايا بشكل كبير جدا بجد والله. حتى بفقد الامل لما مثلا بنزل وصفه ومش بلاقي كومنتات بتضايق قوي. بحبكم كده تشاركوني كده بكلامكم الحلو ودعمكم ليا واسئلتكم وكل حاجه. فانا مبسوطه جدا بشكركم كلكم والله واحد واحد كل اللي كتب لي كلمه حلوه. وربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. دي اول حاجه كان لازم اشكركم عليها. تاني حاجه ان احنا ان شاء الله هنعمل تحدي كده مع بعض. باذن الله باذن الله هنبداه يوم 5/5 علشان نبدا كده 10 ايام باذن الله صيام متقطع. انا هعمل اللي هو الصيام المتقطع اللي هو بصوم 12 او 14 ساعه وافطر في 8 ساعات. يعني باكل في ال8 ساعات دول. فانا كنت بعمل النظام ده وكان ماشي معايا حلو جدا. طبعا عكينا كتير قوي قوي فكفايه كده. وعايزه اقول لكم لما هعمله تاني ان شاء الله اكيد هيأثر لان انا بقالي كتير مش بعمله. وكل اللي زي كده يبدأ معايا. والناس اللي كانت بتسأل يعني ايه صيام متقطع اللي هو انت بتصومي. في ناس بتصوم لحد 16 و18 ساعة. انا مش بعمل كده غير يوم مثلا اكون اجازة جمعة وسبت مثلا فبنام براحتي شوية فبأخر الاكل. غير كده لا بنتظم على من 12 ل 14 ساعة عشان ما يغيرش في هرمونات جسمنا يا جماعة. وده كلام دكاترة واخصائيين تغذية وهم فاهمين اكتر مننا كلنا. كل اللي بتكلمه معاكم او بقوله لكم او برد على اسئلتكم دي بتكون بناء على تجاربي انا الشخصيه. وان انا سمعت دكاتره كتير. ولكن طبعا كلامهم هو الصح. فما نكترش عن كده خصوصا السيدات علشان ما يغيرش في الهرمونات ويقلب لكم الدنيا خالص. نعمل التحدي ده لمده 10 ايام. وانا بدخل في الصيام المتقطع سناكس. انتوا مش عايزين هيكون افضل واحسن كتير علشان هيديكوا نتيجه احلى واجمل. انا عشان يومي مش بيبقى مظبوط ان انا بنظم فيه اكلي قوي فبضطر ان انا بصراحه اخليهم في سناك كده في النص. وده غصب عني. لو اقدر انا هعمل الثلاث وجبات عادي جدا بس عشان بخرج شغلي فبضطر ان انا اكل سناكس كده في النص. تمام. انما انتوا اللي قاعد في البيت ينظم فطار غدا وعشاء ومش هيحتاج ان شاء الله سناكس طالما انتوا بتزودوا البروتين. واهم حاجه زودوا البروتين اللي هو البيض خصوصا في الفطار لانه هيفرق معاكم باقي اليوم. بس نحاول ان شاء الله في العشر ايام دول ننظم نفسنا على قد ما نقدر. دي اهم حاجه. ونشوف بقى خسينا فيهم قد ايه باذن الله. مكملاتي الغذائيه او الفيتامين اللي انا باخده مش شرط اي حد مش شرط تاخدوه ولا حاجه. ولكن انا بساعد نفسي بصراحه علشان يقلل شراهه الحلويات والسكريات. والفيتامينات بقى هي الاساسيه. فيتامين للشعر فيتامين فيتامين عام. اهم حاجه تجيبوا فيتامين برضو وانتوا بتمشوا مرحله خسسان او نزول الوزن. انا باخد فيتامين اللي هو هيرسكينو ده عشان الشعر والجلد والضوافر ويحسن الموضوع ده جدا لان دي اكتر حاجه بتتاثر اللي هو الشعر. واحنا بنخس شعرنا ممكن يقع. فده اكتر حاجه بتتاثر معايا. ممكن تاخدوا اي فيتامين انتوا مرتاحين ليه وبس كده. وطبعا سكر الدايت ده هيبقى معانا برضو اساسي. وبقى شويه مشتريات كده نجيبها نبدا بيها ونخلي الفاكهه والخضروات موجوده عندنا وخصوصا الخضار عشان ندخله في الثلاث وجبات بتوعنا. وبس كده هو ده النظام اللي هنمشي عليه. اللي عايز بقى يمشي معايا في العشر ايام دول يكتب لي تحت في الكومنتات كده ان هو تم. يعني كده اعرف ان هو ماشي معايا ونتابع مع بعض يوم بيوم. وهنزل لكم فطار وهنزل لكم كده يومياتي كده برضه ان شاء الله. قولوا لي بقى في الكومنتات اكتبوا لي تحت في الكومنتات واشوفكم بقى في فيديو جديد على خير. باي باي.